النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا. هنعمل الفراخ، هنطلع كده منها شوربة وفي نفس الوقت تبقى مشوية، طعمها حلو قوي من غير بقى فحم من غير شواية زي ما انتوا شايفين كده. وهنضيف كده تكاية حلوة قوي. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. وهنطلع فيها شوربة ونطلعها مشوية. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. اول حاجه هنحط حله على النار، وفي نجيب بصلايه كبيره نقسمها كده نصين، وكمان هنحط ورقتين لورا حبهان ومستكه. كل الكلام ده في الميه، ومجرد الميه ما تبتدي تغلي هننزل الفرخه فيها. طبعا هنلاقي فيه ريم لازم نشيله ونتخلص منه، ده بيبقى فيه الزفاره. هسيبها لغاية ما تستوي خالص، وبعد كده نكون محضرين معلقتين 3 من الصلصة، وحاطين ملح وفلفل، ويحط عليهم معلقة من السمنة، ويستحسن لو سمنة بلدي كده بتدي طعمة حلوة قوي. وبالفرشة ابتدي ادهن كده الفرخة دي هنا كده كلها. وطبعا الفرن شغال على درجة حرارة 200، مش هتغيب لان هي استوت خالص. يا دوبك بس هنديها بس كده ايه يعني 10 دقايق في الفرن، وهشغل الشواية هتطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو عندنا كمان عزومة بتبقى حلوة قوي بنقدمها كده. وكده وصفتنا انتهت. باي باي.